اشكرك يا هيثم، شكرا جزيلا. يلا علي، مساء انوار يا علي. يا كابتن مدحت، السلام عليكم. اهلا وسهلا. ازيك يا كابتن مدحت؟ ازي صحتك؟ ازيك يا علي؟ الحمد لله، ربنا يخليك يا كابتن مدحت والله. اتفضل يا حبيبي. الاجابه 5 مرات الاول يا كابتن مدحت. وعايز اتكلم مع حضرتك في 4 نقط، بس مش عارف حضرتك هتقفل السكه في وشي ولا هتسيبني؟ مش هقفل، بس اختصر عشان معانا طابور. ماشي يا كابتن مدحت. اول حاجه يا كابتن مدحت، حضرتك بتدي مساحه للناس كلها تتكلم الا الناس اللي في بورسعيد. بنيجي نتكلم كلمتين وتقوم قافل علينا السكه، محدش عارف يوصل لنا ويوصل وجهه نظره خالص. لا انا قلت له ما تقولش اسماء، رجع تاني قال اسم مذيع. ده عامة يا كابتن مدحت، كل يوم الناس بتكلمك ومعشمين في حضرتك خير، ومعشمين في حضرتك ان حضرتك تتكلم عننا، لان القنوات كلها ما فيش حد بيرضى يدخلنا. قول يا حبيبي، قول، انا سامعك، قول يا كابتن مدحت. بالنسبه للناس المظلومه في بورسعيد، احنا مش عايزين حد يا كابتن يتاخد كده عشان يرضوا الاهلي ويرضوا جماهير الاهلي. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين الناس اللي عملت كده تتحاكم، والناس اللي قتلت تتعدم، والقبض على المجرمين الحقيقيين. بس ما تاخدش واحد مظلوم. يعني في ناس مظلومه كابتن مدحت مالهاش علاقه بالماتش، واحد كان في فرح اخته وواحد كان ماشي في الشارع، ياخدوهم عشان مش لاقيين المجرمين الحقيقيين. طيب ده واحد. دي حاجه ما ترضيش ربنا ولا ترضي حضرتك ولا ترضي اي حد خالص. ده واحد. اتنين بالنسبه للنادي المصري يا كابتن. النادي المصري لازم الناس كلها تبقى عارفه، والناس المصري كلها تبقى عارفه ان لولا مستر كامل ابو علي، ولولا لعيبه المصري، ولولا حسام ابراهيم، كانت لعيبه الاهلي كلها، وكانت الناس كلها اللي مع لعيبه الاهلي، وكان محمد يوسف وسيد عبد الحفيظ واللعيبه كان زميلتهم بيتحاسبوا مع الشهداء دلوقتي، احنا اللي حميناهم. طب وده يرضي حد؟ مستر منجوزيه خباه. طب وده يرضي حد الكلام ده يعني؟ طب يا كابتن، بس احنا بنعرفكم احنا عملنا ايه. النادي المصري ومين اللي كان هيموتهم دول بقى؟ بلطجيه يا كابتن، تمسكوهم يا كابتن. كل دول كل ناس. واحنا معاكم. طب وانت تعرف مين البلطجيه؟ اعرف من هنا يا كابتن. انا بقول لحضرتك دلوقتي اقبضوا على الناس المجرمين وافرضوا على الناس المظلومين. ده كل اللي انا اعرفه، ده بالنسبه للناس اللي هي ممسوكه. يعني كل الاعداد اللي نزلت دي راحت المدرج، كل دول بلطجيه؟ يا كابتن مدحت انا ما بتكلمش في كده، انا ما قلتلكش ان الناس اللي مش في الجماهير ما طلعتش، انا بقول لك الناس طلعت المدرج وكل حاجه يا كابتن. ما قلناش حاجه كده. على فكره عايز اقول لك حاجه. ومظلوم تاخدوه كبش فيه عشان مش عايز اقول لك حاجه يا علي. روح لاعب كوره او سيد عبد الحفيظ او غيره، هي روح امام المولى زي روح اي حد كان في المدرج. 3 يا علي. 3 يا علي. كابتن بالنسبه للعقوبات اللي نازل مصر يا كابتن، ما ينفعش حاجه اسمها ينزل يا كابتن. النهارده الدنيا كلها يا كابتن نزلت الشارع وعملوا وقفه سلميه وكل حاجه. ما ينفعش مصر ينزل يا كابتن. ما حدش يقول الكلمه دي. هرد عليك. مش موجود في اللائحه. هرد عليك. حد يفصل لائحه على مزاجه يا كابتن. هرد عليك يا علي. تقول ان المصري ينزل يا كابتن خالص. انت قلت مش عايزين نلعب على الملعب بورسعيد كذا سنه، مش عايزين جمهورنا يسافر في اي حته، لكن ان المصري ينزل ده كابتن مش موجوده في اي لائحه خالص. والقناه الكابتن مش هقول اسماء، بس هقول للدكتور اللي جنبك ده اللي هو كان يوم يا كابتن، لو يرضي اي حد، لو يرضي وزير الداخليه، لو يرضي المشير طنطاوي، لو يرضي اي حد، ان الراجل يقول علينا ما حاربناش. ادي 1. 2 يقول علينا ابو العربي لسه ما اتحاكمش لغايه دلوقتي، ابو العربي لسه ما عملوش لغايه دلوقتي. ادي 2. 3 نقطه بقى كابتن، امبارح بيقول لنا روحوا العبوا في الدوري الاسرائيلي يا كابتن، يرضيك؟ يقول لنا روحوا العبوا في الدوري الاسرائيلي. ده في يعني ده مذيع قال كده يعني؟ في القناه بتاعت النهارده يا كابتن. يا سيدي ما تقولش اسماء، ما تقولش اسماء. الدوري الاسرائيلي انتوا مش عايزينكم في مصر، ولا في الدوري الاسرائيلي او الدوري الفلسطيني اقرب حاجه عندكم. بص يا علي يا كابتن، ويقول لنا ان ابو العربي لسه ما اتحاكمش لغايه دلوقتي. يا علي عشان ما اقفلش عليك. لو ما سمعتنيش هقفل عليك. لما اجي اتكلم تسمعني. مش بكتر الكلام. احنا بلدنا كلها ما زالت كلها لسه بتهتم. طيب لا معلش، ما انت دلوقتي كل اهل بورسعيد بيسمعوني من خلالك، فخلي الحوار بتاعنا على مستواه العالي. مبدئيا اي حد يتكلم، هو انا دايما بقول مش مهم ايه اللي اتقال، المهم مين اللي قال. اذا كان هذا الرجل اللي انتوا بتتكلموا عليه ده له قيمه كبيره، يبقى كلامه له قيمه، انتوا اللي تقدروا ده. اذا كانت قيمته على قد يبقى قيمته على قد خلاص. لكن هنقعد نتكلم، ما اللي يتكلم. هو الكلام بيلزق. 4 اخر حاجه،
غير حاجه يا كابتن معلش، وهي اول حاجه يا كابتن، بس عشان خاطري وعشان خاطر بنتك وعشان بقول لك كابتن محمد نصر، عشان خاطر عياله، عشان خاطر عياله، عشان ربنا قول يا علي. بنتله الاثنين. قول يا علي. احمد ادريس وكريم عادل وقدمنا صور وقدمنا الاسطوانات وقدمنا السيديهات كلها للنائب العام، وهيجي لهم يحضروا طلب بكره يحضر عشان يتسالوا في النيابه. هم اللي مخططين لكل اللي حصل ده كابتن، وهم اللي بداوا بالشماريخ، والصور موجوده مع محمد نصر وبعتناهم، وهم بيرموا وهم بيحدفوا الشماريخ علينا بدايه ما دخلوا الاستاد يا كابتن، بدليل ان قبل الماتش ما يخلص ولا واحد من القيادات بتاعتهم كان موجود، كلهم مشوا قبلها ب 10 دقائق، ولا واحد منهم كان موجود في المدرج يا كابتن. طيب خلاص، انا سمعتك يا علي في الاربع نقط. الجزء الاخير ده اللي هو قاله، اذا كان انا طبعا ما اعرفش، لكن اذا كان حد من الاهلي رمى شماريخ ايا كانت الاسماء، طب ما ترمي شماريخ، لكن تطلع تقتل ولا تطلع تخلي الناس تخش في ممر الموت وتتحشر وتداس على الارض؟ يعني هو حد حتى لو رمى شماريخ، هي طب ما هو اترمت عليهم شماريخ وردوها، وهم من عندهم رموا شماريخ وانتوا رميتوا شماريخ، الشماريخ رايحه جايه، وطول عمرنا بنقول بلاش شماريخ، ما حدش بيسمع الكلام، لكن دي مش قضيتنا دلوقتي. هو رمى شماريخ، ما ترمي عليه شمروخ، لكن تطلع له في المدرج فوق وتزنقه في الممر بتاع الموت ده اللي واصل لغايه البوابه، و74 واحد يموتوا. يعني حتى لو ده حصل ما هياش مبرر اطلاقا لان انت تقتحم المدرج وتطلع. ده مش مبرر، لا انا بدافع على ده ولا يفرق معايا ده ولا يفرق معايا ده، انا بتكلم بالمنطق. النقطه الثالثه بتاعت اللائحه، انا برضو مش بكلم علي، انا بكلم جمهور بورسعيد كله من خلال علي اللي اتصل. اللائحه ستطبق، لا انت عارف يعني ايه لائحه، واللي بيفسرها لك على مزاجهم، واذا عجزت اللائحه عن التفسير سيكون هناك تفسير اخر من الاتحاد الدولي. لكن اللي انا طالبه من جمهور بورسعيد، اعرفوا ان في 74 واحد ماتوا، ده اللي انا اقدر اقوله لكم. اعرفوا الاقتراح اللي انا قلته ده بيحميكم انتم، مش بيحمي حد تاني. هل انتم متصورين ان فرقه برج المصري هتقدر تسافر يمين ولا شمال؟ خلينا بالعقل بس، خلينا بالعقل. انا قلت انا كمدحت والمصحف اقسم بالله ما اقدر احل المباراه للنادي المصري، مش عشان الفرقه، لا عشان المشهد اللي حصل، المشهد اللي حصل محدش يقدر ينساه ابدا. فخلينا بالعقل وبالراحه. حطوا نفسكم مكان كل ام مات لها عيل، ولا اب مات له عيل، ولا اخ راح اخوه، ولا اخت راح اخوها. حطوا نفسكم مكان. الموضوع مش كوره تغوروا الكوره في الارض. ايه قيمه الكوره دي؟ ايه قيمه الكوره في مقابل الناس اللي ماتت والناس اللي اتحرق قلبها؟ ايه قيمتها الكوره دي؟ خلاص يعني قلبنا قوي على الكوره، تغوروا الكوره في ضفر واحد بس يروح، مش 74 واحد يموتوا. وعايز الساده النواب يهدوا شويه، الساده النواب ما يهيجوش، مش ده وقت التهييج، الساده النواب يهدوا شويه، ده مش وقت التهييج، ده مش وقت الحنجوريات، ده وقت الهدوء والمنطق والعقل والتعقل. دول عظيمه قدنا مليون مره بتتقبل القرارات لانهم متحضرين، ناس متحضرين، ناس بيعرفوا الحق من الباطل، مش عمال على بطال لبلب لبلب لبلب. معانا حد يا جماعه التليفون؟ ها؟ سيد